الحزب الحركه الشعبيه على الدعوه. شكرا السيد الرئيس لانكم تعبتوا على السفر وجيتوا من اسبانيا. شكرا لاله ايمان على الدعوه والاورغانيزاسيون. ودائما تبارك الله النساء المغربيات حاضرات في المكان ودائما بالثقافه وباللباس تبارك الله ثقافه حضاريه. طبعا يعني باش نعرفكم على نفسي شويه وعلى الجمعيه ايضا اللي كرأسها أنا اسماعيل شاكير، رئيس مؤسسه اصدقاء المغرب كيف ما تفضلت الزميله، مجز في الحقوق بجامعه القاضي عياض بمراكش، ايضا ماستر في جامعه غرناطه العلاقات الدوليه، ايضا كنمثل الكليه ديالي اللي هي كليه، انا كنحضر من قلعه السراغنه، وكنمثل الكليه ديالي اللي هي كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه في العلاقات ديالها مع جامعه ايضا مع جامعه غرناطه. وطبعا هذه الجمعيه هذه اللي كنرأس واللي الشرف ليها اللي كتشتغل تقريبا 2015 مع الجاليه، خصوصا مع داكشي اللي قلت النساء، مع نساء ويلبا اللي كيجيو بالحقول بالفراغ. هذا بالمواضيع الشائكه السيد الرئيس. ايضا كنشتغلوا يوميا كيف ما شفتوا مؤخرا التسويه الجماعيه اللي دارت الحكومه الاسبانيه. تقريبا غير في المؤسسه ديالنا استقبلنا اكثر من 5600 شخص في ظرف ديال شهرين. اكثر من هذا في الجمعيه ايضا كتخدم وكتشتغل مع وليداتنا، مع وليدات المغاربه اللي كاينين في المدارس اللي كيجيو يلا التحقوا او اللي يتزادوا هنا، طبعا التعريف بالثقافه المغربيه ويتعلموا اللغه ديالهم ويكونوا قراب، ودائما يكون سيدنا والرايه ديالنا في القلب ديالهم. وهذا موضوع اخر السيد الرئيس، هو انه عندنا اتفاقيه اللي توقعت في 1982 اللي هي ديال برنامج كيف كيتسمى ابلاسي، هو برنامج تعليم اللغه العربيه والثقافه المغربيه، واللي سوء الحظ اليمين واليمين المتطرف في اسبانيا خلاونا انه نتخلاو على هذا البرنامج السنه اللي بعد القادمه، يعني 2027 2028. ايضا يعني في الجمعيه كنحاولوا انه نربطوا ما بين الادارات او الجمعيات او الجامعات المغربيه الاسبانيه، واللي هذا واحد الموضوع اللي كنشتغلوا عليه مده 4 سنوات عن طريق واحد البرنامج اللي كنسميوه المؤتمر العلاقات المغربيه الاسبانيه العابر للحدود. البرنامج الاول اشتغلنا عن طريق الاقتصاد، الثاني الثقافه، والثالث اللي عاد كملناه في علاقه التعليم. وهنا ذكرت التعليم وذكر العلاقات المغربيه الاسبانيه، هذا موضوع اخر السيد الرئيس اللي بغيت انه نتكلم عليه، وربما غيشاركوني الاخوان هذا الراي، هو انه احنا كجمعيات مغربيه كتكون عندنا سهوله اللقاء مع المؤسسات او المسؤولين الاسبان، لكن كنلقاو مشكله مع المسؤولين المغاربه. عن طريق نطلبوا اجتماعات او لقاءات. داكشي علاش فرحنا ملي تلقينا الدعوه من الحزب وتلقينا الدعوه انه غيحضر السيد الرئيس، كيفاش لا ما غاديش نلبيو الدعوه وما غاديش نكونوا، لانه محتاجين بزاف اللقاءات، محتاجين انه نحسوا باننا احنا ماشي غير عمله فقط، ماشي غير اورو اللي كيدخل المغرب، ولكن محتاجين اننا نكونوا واحد الناس اللي ايضا طبعا كيتسمع الصوت ديالنا. وحنا سيدنا دائما كيقولها، ودائما يعني قيمه المغاربه العالم فوق كل اعتبار. يعني اليوم بالعكس حنا بغينا نحسوا راسنا شريك في القضيه ديالنا، القضيه الوطنيه اللي هي الصحراء المغربيه. بغينا ننطلقوا من الجمعيات، من كل واحد من المنصب ديالو، ندافعوا عليها ونكونوا اكاديميا وعلميا وايضا سياسيا عندنا واحد الباكاج باش نقدروا نهضروا قدام الاحزاب السياسيه او لا غيرها الاسبان، ونقولوا الصحراء المغربيه وها علاش، ماشي غير الصحراء المغربيه فقط، لا ها علاش. ايضا من بين المسائل اللي كتخدم عليها المؤسسه ديالنا الجمعيه، وكنا الحمد لله هذا شرف صراحه للمغاربه، كنا اول جمعيه اجنبيه كتوقع مع بلديه غرناطه انضمام او لا انه بلديه غرناطه في 2031 تكون عاصمه الثقافه الاوروبيه. ومن رئيسه البلديه طلبتنا انه نكونوا اول جمعيه غتوقع معهم الانضمام باش تكون هي العاصمه. اختارت المغاربه لانه غرناطه ما نحتاجش ندوي على غرناطه وعلى غرناطه وعلى قصر الحمراء وعلى شنو فيها، ولكن المغاربه تبارك الله فين ما مشاو شاد الاقتصاد. وكيف ما كنعرفوا انه بزاف ديال الشوارع في مالاغا ولا في غرناطه او لا في غيرها من الاندلس يعني اقتصاد مغربي. داكشي علاش هضرنا مثلا باش ما نطولش، كاينه واحد المساله سيد الرئيس اللي بغيناكم انكم ايضا ما كرهناش انه تدافعوا عليها، سواء منصبكم كرئيس يعني او كنائب رئيس ديال المجلس ديال البرلمان وايضا الحزب في البرلمان،
هو انه الان اسبانيا في اليمين المتطرف داروا ما يسمى بريداد ناسيونال. بريداد ناسيونال حنا كمغاربه يعني كنشتغلوا في بزاف ديال المجالات، ولكن غنوليو حنا الاخرين في الاستفاده من اي حق من الحقوق، سواء الصحه سواء التعليم سواء غيرها، او كجمعيات اللي كنستافدوا من التمويل اسباني في الحاله هذه. يعني انا عن طريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر مكالمه كانت لي تقريبا هذه اسبوع مع رئيس ديال مجلس حكومه الاندلس مع خوما مورينو، اخبرته انه الى طبق بهذه الحده المغاربه كامل خاصنا نساحبوا واحد الشهر نمشيو عطله المغرب كيد عامله في اي مجال، ناخذوا عطله ديالنا باكاسيونيس حقنا ونمشيو للمغرب ونخليوه ونشوفوا اشنو غيكون اشنو غيوقع. لكي لا اطيل، شرف كبير لنا سيدي محمد، وداك الشيء علاش راه الحزب تبارك الله يعني غير من السنبله راه ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوس النجوم. تحياتي. شكرا جزيلا لرئيس مؤسسة أصدقاء المغرب على هذه المداخلة. وننتقل الآن